في مجال وظيفتك وعلاقاتك، وازاي عقلك بيفكر ومين بيتحكم في عقلك، وازاي تغير افكارك وعلى اي اساس بتاخد قراراتك، وحاجات تانية ما ينفعش تعيش من غير ما تكون عارفها. وفي الفيديو ده هكلمك على 5 نظريات حقيقية ومثبتة في اشهر 3 كتب في علم النفس، والغريب انك هتلاقي اغلبها بينطبق عليك او يمكن تكون كلها. وبما اننا بنتكلم عن النجاح والتغيير والتطوير، فازاي هتكون شخص ناجح من غير ما تكون فاهم نفسك وعارف انت ازاي بتفكر؟ لو عايز تفهم، تتحكم، تغير طريقة تفكيرك، خليك معايا لآخر الفيديو. تخيل ان في ثعلب واقف قدام شجرة عنب وعايز يطول العنب، ولكن بعد محاولات كتيرة فشل انه يوصل للعنب بسبب ان الشجرة عالية شوية، ولما اكتشف ان مفيش فايدة قرر انه يسيبها ويمشي. لكن قبل ما يمشي الثعلب كان عنده 3 اختيارات: اما انه يوصل للعنب، او يعترف لنفسه انه فشل لانه مش ذكي ومهاراته ضعيفة، او انه يقول العنب ده مش حلو اصلا وما يستاهلش كل المجهود اللي انا عملته. وتعالى نطبق المثال ده على أرض الواقع. لو أنت رايح تقدم على وظيفة في شركة، وبعد ما عملت انترفيو للأسف اترفضت، ممكن تقول والله أنا كنت مش محتاج الوظيفة دي أصلا، أو إنك تقول أنا عارف إن الشغلانة دي مش مناسبة ليا، بس أهي كانت شغلانة والسلام. رالف دوبلي مؤلف كتاب The Art of Thinking Clearly بيقول في كل مرة تحط هدف وما تقدرش تحققه، اعمل زي ما عمل الثعلب بالظبط وقول مش هو ده اللي أنا كنت عايزه. لكن انسى إنك تحقق أي هدف في حياتك، لأنك في كل مرة هتبرر عدم وصولك لهدفك بأي أسباب، وهي دي المشكلة. بيقول عالم النفس ليون اللي وضع نظرية عظيمة جدا من أكتر من 50 سنة اسمها التنافر المعرفي، وهي ببساطة لما تكون تصرفاتك عكس معتقداتك. يعني بتكون مقتنع بحاجة وبتعمل عكسها، ودايما تبرر المواقف لنفسك. الحالة دي بتعمل جواك توتر ممكن يوصلك للاكتئاب، وعشان كده بيبدأ عقلك يفسر الأمور بالطريقة اللي تريحه عشان يحافظ على التوازن ما بين تصرفاتك ومعتقداتك. بيبني أفكار جديدة ويخلق لك في أعذار زي ما حصل بالظبط في مثال الوظيفة. بس ثانية واحدة، هنا لازم تسأل نفسك سؤال مهم: ليه بتعمل حاجات انت مش مؤمن بيها؟ وليه بتؤمن بحاجات انت أصلا مش بتعملها؟ وقف الفيديو شوية وفكر في السؤال ده، وحسيبك انت اللي تجاوب. نظرية الارتساء، السلاح السري في المبيعات واللي بيستخدموه ضدنا بشكل يومي. وهديلك مثال: لو دخلت أي محل عشان تشتري قميص مكتوب عليه 400 جنيه، ممكن تحس وقتها إنه غالي وما يستاهلش السعر ده، وبعدها ممكن تدخل محل تاني فتلاقي قميص مكتوب عليه 600 جنيه لكن عليه عرض وبقى سعره ب 400 جنيه. وقتها ممكن القميص يعجبك وتقول في بالك ده عرض ما يتفوتش. وهو ده الارتساء، اداك رقم كبير جدا مبالغ فيه واداك رقم اقل عشان تحس بشكل مباشر انها فرصة، وده لانك قارنته بالرقم الكبير. عالم النفس اللي اكتشف النظرية دي بيقول ان الموضوع موقفش بس عند البيع والشراء، ده انت كمان ممكن تاخد قرارات مهمة فيها تحيز بسبب المعلومات اللي اتقدمت لك. انك تعتمد بشكل كبير على معلومات ناقصة او معلومات مش كاملة وتصدقها، ده ممكن يعمل تشوه في ادراكك الحسي، والنتيجة قرارات وأحكام مش منطقية. الارتساء من أهم العوامل اللي بتتحكم في قراراتك، واللي ممكن تكون قرارات مصيرية. تأثير الهالة، إيه رأيك في صلاح وأحمد؟ صلاح ذكي، نبيه، شجاع، عنيد، اندفاعي. أحمد عنيد، اندفاعي، شجاع، نبيه، وذكي. الصورة الذهنية اللي كونتها عن أحمد مختلفة عن اللي كونتها عن صلاح، لأن تسلسل المعلومات اللي اديتها لك مختلفة. الجزء الأول من المعلومات دايما بيلعب دور كبير في تكوين قصة في عقلك. أيوة، أحمد ذكي بس بطريقة مش كويسة لأنه عنيد، وصلاح اندفاعي لكن أكيد بطريقة ذكية ومفيدة. الانطباع الأول دايما بيلعب دور مهم جدا في تكوين الرأي. يعني لو عندك مقابلة عمل، شكلك بيعكس أول معلومة عنك، إنك تكون شيك وعندك كاريزما، فإذا أنت شخص ناجح وذكي حتى لو كان مفيش دليل يثبت الصفات دي عليك. لما تعرف إن شخص معين متخرج من جامعة في بريطانيا، أول فكرة بتيجي في بالك إنه شخص أكيد ذكي وجدير بالثقة، وأكيد إنه شخص ناجح وغني، مع إنك معرفتوش ولا عمرك شفته، لكن معلومة أولية واحدة كانت كفيلة إنها تخلق جواك قصة كاملة.
لكن لازم تاخد بالك ان تأثير الهالة برضه بيشتغل بالعكس. لما الناس تشوفك مش مهتم بنفسك ومش مرتب، الناس هتشوفك شخص كسول وعشوائي وغير جدير بالثقة وهكذا. فحاول تستخدم التأثير ده بذكاء. اظهر أفضل ما في شخصيتك، عشان لو كانت الناس بتحكم عليك إنك شخص سيء، فلازم تتأكد إنك في الغالب عرضت نفسك بشكل مش مناسب. تردد الوهم. تشتري عربية وبعدها تبدأ تلاحظ إنك بتشوفها في كذا مكان مع ناس كتير، أو تتعلم كلمة جديدة وتبدأ تلاقي كذا واحد بيستخدم نفس الكلمة، أو تشتري تيشيرت وبعدها تلاقي أكتر من واحد لابس نفس التيشيرت لدرجة إنك تفتكر إنه طلع ترند. كل ما زاد إدراكك أو معرفتك بحاجة معينة، كل ما هتحس إن الحاجة دي بتشوفها في كل مكان، لأنه بالنسبة لك حدث جديد وقريب، وبيكون سهل على عقلك إنه يميزه بسهولة أكتر من أي حاجة تانية، لأن عقلك دايما بيدور على المعنى والمعلومات. والغريب إنك كل يوم بتشوف حاجات كتيرة ومختلفة، بس عقلك بيتجاهلها لأنه مش بينتبه إلا بس للحاجات اللي بيدور عليها. الحقيقة إن عقلك شاف العربية 1000 مرة، لكن وقتها ما كانش مهتم. أكيد قابلت شخص بيتكرر عليه مواقف معينة ويفتكر إنها رسالة من ربنا وياخد على أساسها قرارات معينة. هي مش رسائل ولا حاجة، هي بس مجرد إدراك عقلك لشيء معين. مفارقة الاختيار. الخبير النفسي باري شارتس وفي 2004 اكتشف حاجة غريبة بتأثر على اختيار الأشخاص. والاختبار كان عبارة عن إنه جاب ترابيزة وحط عليها 24 صنف من المربى، وفي يوم تاني حط 6 أصناف بس. وكانت الملاحظة إن الناس انجذبت أكتر للترابيزة اللي عليها أصناف كتير، لكن الناس اللي اشترت كانت أكتر بكتير لما كان على الترابيزة 6 أصناف بس. وجود خيارات كتيرة حاجة كويسة إلى حد ما، لكن الناس بتاخد قراراتها بشكل أسرع لما تكون الخيارات قدامهم أقل. والموضوع ده مش بيأثر عليك بس في عملية البيع والشراء، ده هتلاقيه في كل جوانب حياتك. كل ما كان عندك خيارات أكتر، كل ما كان الاختيار أصعب. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده، عملنا له فيديو بعنوان مفارقة الاختيار. هسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو لو حبيت تشوفه. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو كنت أول مرة تشوفنا اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا